خلصنا الموسم الثالث من أكاديمية بطلي لما توايس جاب أوفرهول لتحالف الأشرار، وشيجاراكي سأل أوفرهول هو أنت جاي تنضم لنا؟ فأوفرهول قال له لا، أنا كده كده زعيم منظمة اسمها شيها سايكاي، وبعد هزيمة أول فور وان أنا جاي هنا عشان أبقى الزعيم بتاعكم. فشيجاراكي اتفاجئ وتوجا قالت هي إيه شيها سايكاي دي؟ فكومبرس قال لها قبل ظهور الأشرار والأبطال العصابات في اليابان كان بيطلق عليهم اسم الياكوزا، وبعد ظهور الأبطال وخصوصا أول مايت الياكوزا سقطوا وانشق منهم منظمات أشرار، واحدة منهم شيها سايكاي واللي أوفرهول بيقول إنه بيقودها دلوقتي. وبعد كومبرس ما شرح، شيجاراكي قال لأوفرهول أنا هنا الزعيم ومحدش هيبقى زعيم غيري. فأوفرهول قال له بس أنت ما عندكش خطة تقود بيها أعضاء تحالف الأشرار، إنما أنا عندي خطة ولازم أبقى الزعيم بتاعكم كلكم وتتبعوني. فماجني اتضايقت من كلام أوفرهول وراحت بسرعة هجمت عليه، وأوفرهول لمسها بس ودمر جسدها وماتت. وبعدها راح كومبرس يهجم لكن اتضربت عليه رصاصة مجهولة وقفته، وأوفرهول قطع له دراعه. ولما راح شيجاراكي يهجم ظهر واحد من أعضاء شيها سايكاي وحمى أوفرهول، وده لأن أوفرهول كان جايب معاه أعضاء شيها سايكاي تحسبا لأي هجوم. فراح شيجاراكي فتت عضو شيها سايكاي اللي قدام أوفرهول، ودخل بعد كده باقي الأعضاء خدوا أوفرهول عشان يمشوا. وأوفرهول قال لشيجاراكي هنتقابل تاني، ومشي أوفرهول. وصبح تاني يوم كان في جريدة اسمها جوكو بيحاولوا يعملوا موضوع عن تقاعد أول مايت من العمل كبطل، وهم شغالين جالهم صحفي حر اسمه توكو ده وقال لهم في حاجة محدش خد باله منها في آخر لقاء أول مايت عمله. أول مايت ساعتها شاور على الكاميرا وقال الدور عليك، أنا بعتقد إنه كان بيوجه رسالة لخليفته اللي هيورثه قوته من بعده، وبما إن أول مايت بيدرس فيه وإيه يبقى خليفته ده طالب من هناك. واللي أعرفه إن أول مايت مهتم جدا بالفصل في سنة أولى، عشان كده أنا هروح أعمل مع الفصل ده مقابلة صحفية وهحاول أعرف مين فيهم خليفة أول مايت. وبالفعل توكو ده راح قابل ميدوريا واصحابه وبدأ يصورهم ويعرف قواهم، ولما شاف قوة ميدوريا شك ان هو خليفة اول مايت. هو اتأكد لما بحث وعرف ان اول مايت بيهتم بميدوريا زيادة وبيبقى معاه دايما، واتأكد اكتر لما سمع اول مايت بيكلم ميدوريا وبيقول له الدور عليك، لازم تبذل قصارى جهدك. فبعد اول مايت ما مشي توكو ده خرج اتكلم مع ميدوريا وقال له انا اول مايت ليه فضل كبير عليا لانه انقذ ابويا من حادثة زمان، فجيت ادور على خليفته هنا وعرفت انه انت ما تخافش، انا مش هقول لحد، كل اللي جاي اقوله لك ان انا سعيد ان هيبقى في اول مايت جديد يحمينا. انا قدرتي بتمكنني اني اخرج كاميرات من جسدي واصور بيها وكمان اطبع الصور دي، فهتصور معاك دلوقتي عشان لما اجي اكتب عنك في المستقبل يكون معايا صورة ليك. وفعلا توكو ده اتصور معاه ومشي، ولما رجع الجريدة حافظ على وعده وما قالش لحد ان ميدوريا هو خليفة اول مايت. وصبح تاني يوم في يو اي ايزا ودخل قال للطلاب التدريب العملي هيبقى شبه الاسبوع اللي اتدربتوا فيه مع الابطال خارج يو اي قبل كده، بس التدريب العملي هيبقى تجربة اشمل، انتوا هتروحوا لوكالات الابطال والمرة دي هتشتغلوا معاهم كمساعدين وابطال بشكل رسمي، يعني ممكن تقاتلوا معاهم اشرار، فلازم تختاروا وكالات سمعتها كويسة في التدريبات دي. وطبعا كله هيشارك في التدريب العملي ما عدا تودوركي وباكوجو اللي لازم يحصلوا في الاول على رخصتهم. والتدريب العملي ده هيبقى اسمه برنامج العمل والدراسة. فميدوريا خرج من الحصة وراح لأول مايت وقال له انا جران تورينو كان قال لي قبل كده اني ممكن اروح اتدرب عند واحد من مساعدينك القدامى لقبه هو سير نايتاي، ممكن تكلمهولي عشان يساعدني في برنامج العمل والدراسة. فأول مايت قال له مش هقدر اكلمهولك لان علاقتنا حاليا مش كويسة، بس ميريو واحد من مساعدينه دلوقتي وبيتدرب معاه وممكن هو يوصلك بيه. وشوية وأول مايت استدعى ميريو وقال له ان ميدوريا عايز يتدرب مع نايتاي. فميريو قال لميدوريا هو انت عايز تتدرب مع نايتاي ليه؟ فميدوريا قال له لاني عايز ابقى اقوى بطل في العالم. فميريو قال له ماشي، حماسك ده هيقنع نايتاي انه يدربك وهاخدك بكره ليه. وصبح تاني يوم راح ميدوريا مع ميريو، وميريو قال له خلي بالك نايتاي جد جدا لكنه بيحب الفكاهه ولازم تحاول تضحكه. فميدوريا قال له ماشي، وطلع معاه ودخلوا لنايتاي لقوا مع مساعدته اللي لقبها بابل جيرل، ولقى ميدوريا كمان صور وماكيتات لأول مايت في كل حته في المكتب بتاع نايتاي. فحاول ميدوريا يقلد أول مايت عشان يضحكه، بس نايتاي ما ضحكش واتضايق. فميدوريا بعد كده حكى له كل حاجه عن برنامج العمل والدراسه وانه بيتمنى ان تدريبه العملي يكون في الوكاله بتاعته، وقال له ممكن تختم لي الورقه دي عشان انضم لكم واتدرب هنا. فنايتاي قال له طب انا هفيدك لما ادربك، تقدر تقول لي انت هتفيدني بايه؟ بس ميدوريا ما عرفش يرد، ونايتاي قال له بص قدامك 3 دقايق حاول تاخد فيهم مني الختم ده وتختم بيه ورقتك، واعتبر ان ده اول اختبار ليك. فميدوريا جهز. هو خرج ماريو وبابل جيرل بره الغرفه وبدات ال3 دقايق، حاول ميدوريا فيهم كتير
كتير بوان فرول، لكنه معرفش ونايت هاي قعد يتفاداه. هو ده لأن قدرة نايت هاي هي البصيرة، لما بيلمس شخص ويتواصل معاه بعينه بيقدر يشوف مستقبل الشخص ده لمدة ساعة قدام. ففضل يتفادى كل تحركات ميدوريا وقال له أنا قلت لول مايت قبل كده يورث قوته لميريو، بس هو فضلك أنت مش عارف ليه مع إنك مش قوي قوي. فميدوريا اتضايق وكمل، لكن ال3 دقايق خلصوا من غير ما ياخد الخاتم. هو ساعتها نايت هاي لاحظ إن ميدوريا أثناء محاولاته كان بيتفادى كل حاجة تخص اول مايت في المكتب عشان ما يبوظهاش. فقال له أنا هقبلك معايا مع إنك ما خدتش الخاتم. وبالفعل ورقة ميدوريا اتختمت وانضم رسميا لوكالة نايت هاي. هو لما رجع المسكن في اليوم ده وقعد مع أصحابه وعرف إن في كذا واحد منهم جاله عرض عشان ينضم الوكالة زي ما هو انضم. هو صبح تاني يوم راح ميدوريا لنايت هاي واجتمع معاه هو وميريو وبابل جيرل. هو نايت هاي قال له إحنا هننزل دلوقتي جولة مراقبة في الشارع، إلا إننا بنتتبع منظمة اسمها شيها سايكاي. المنظمة دي ليها علاقة بتحالف الأشرار. وبالفعل نزلوا وميدوريا كان مع ميريو واتعرفوا على بعض أكتر، وعرف ميدوريا منه إنه بيطلق عليه لقب لمليون. وهم ماشيين فجأة في بنت صغيرة جت عند ميدوريا وميدوريا مسكها وظهر ورا البنت اوفر هول. فميريو وميدوريا اتخضوا. هو ميريو كان عايز ياخد ميدوريا ويمشوا عشان يروحوا لنايت هاي ويقولوا له على اللي بيحصل، بس البنت مسكت في ميدوريا وقالت له ما تمشيش. فميدوريا قال لاوفر هول هو مين البنت دي؟ فاوفر هول قال له دي بنتي واسمها ايري، تعالوا معايا لو حابين تتاكدوا انها بنتي. فميدوريا وميريو راحوا معاه، واثناء ما هم ماشيين في ممر اوفر هول لمس قفازه، وايري اول ما شافته جريت مشيت معاه على طول وسابت ميدوريا. هو ميريو قال لميدوريا اوفر هول كان هيهجم علينا، ولما ايري لاحظت ده راحت معاه. احنا لازم نبلغ نايت هاي بكل ده. وفعلا شويه وراحوا حكوا لنايت هاي. هو ميدوريا ساله هو انتوا بتتبعوا اوفر هول ليه؟ فنايت هاي قال له من اسبوعين حصلت مواجهه بين اوفر هول ومجموعه اشرار، واوفر هول انتصر عليهم. الغريبه بقى ان مجموعه الاشرار دول بعد ما اتهزموا اجسادهم كانت سليمه وخاليه من اي اصابات او اي امراض كانت عندهم قبل كده، وبعتقد ان ده بسبب قدره اوفر هول، عشان كده بدات اتتبعه. فميدوريا بعد اللي سمعه قعد في كل مكان يفكر في اوفر هول وايري وما بقاش مركز في الحصص. وفي يوم راح سال اول مايت هو ايه المشكله اللي بينك وبين نايت هاي؟ فاول مايت قال له انا هحكي لك. نايت هاي زمان كان المساعد بتاعي، اشتغلنا مع بعض كتير لحد ما من 6 سنين جه اليوم اللي اتصبت فيه من اول فور 1 اصابتي المزمنه. وبعدها نايت هاي قال لي لازم تتقاعد، ما ينفعش تكمل حياتك كبطل بالاصابه دي. انا شفت مستقبلك بقدرتي وعرفت انك لو ما سمعتش كلامي وكملت عملك كبطل هتموت بعد 6 أو 7 سنين موتة شنيعه. ارجوك اسمع كلامي، لازم تغير الحاضر عشان المستقبل يتغير. بس الحقيقه انا ما سمعتش كلامه وكملت عملي كبطل، وده وتر العلاقه بينا. وعلاقتنا اتقطعت تماما لما قلت له اني هورثك قوتي، لانه كان عايزني اورثها لميريو. فميدوريا قال له اول مايت نبوءه نايت هاي بمستقبلك ميعادها جه. هو قال انك هتموت بعد 6 أو 7 سنين، يعني على حسب كلامه انت هتموت السنه دي او السنه الجايه. انا مش عايزك تموت وعايزك تفضل معايا لحد ما تشوفني قوي. فاول مايت قال له صحيح ان نبوءات نايت هاي عمرها ما كدبت، بس ما تخافش، انا حاسس ان وجودك في حياتي وتدخلك في مواقف وقتالات كتير زي ما عملت ساعه قتال اول فور 1 غير في مستقبلي، يعني ممكن يكون المستقبل اتغير ومش هموت. فميدوريا قال له طب ما تتصالح مع نايت هاي وتخليه يشوف مستقبلك دلوقتي ويعرف اذا كنت هتموت ولا لا. فاول مايت قال له ماشي، بوعدك اني هفكر في الموضوع ده. وزي ما الابطال كانوا بيخططوا الاشرار هم كمان كانوا بيخططوا زيهم. بالليل تواصل شيجاراكي مع اوفر هول وراح له قعد معاه في مقر شيها سايكاي وقال له انا موافق على التعاون بيننا بشرطين، الاول انك مش هتبقى زعيمنا وهنتحرك براحتنا، والشرط التاني انك تقول لي ايه هي خطتك. دي الرصاصه اللي اتضربت على توايس ووقفته لما جيتوا هجمتوا علينا، انا عارف ان ليها دور في خطتك. فاوفر هول قال له الرصاص ده بيوقف قدره اي حد بيتصاب بيه لفتره مؤقته، واحنا وزعناه على اشرار كتير عشان نختبره وبعد كده نبقى نطوره. واثناء ما كان شيجاراكي واوفر هول بيتكلموا صحاب ميدوريا كانوا بيتدربوا زي ميريو ما خد ميدوريا معاه عند نايت هاي. نيجيري صاحبة ميريو خدت اوراراكا وتسويو عند البطلة اللي هي بتتدرب معاها واللي ترتيبها التاسع في قائمة اقوى الابطال ولقبها ريوكو. وفي طريقهم واجهوا اشرار. نيجيري بقدرتها على تحويل حيويتها لطاقة تهجم بيها على شكل موجات هجمت وساعدتها اوراراكا وتسويو ووقعوا الاشرار. وريوكو بعد كده هنتهم وقالت لهم على فكرة احنا بنتتبع منظمة اشرار اسمها شيها سايكاي، وطلبت مساعدة نايت هاي وفريقه في ده لان هو كمان بيتتبعهم، وقريب قوي هنكون كلنا فريق مع بعض. ومش بس ميريو ونيجيري اللي خدوا ميدوريا واصحابه يتدربوا
بيتدربوا ده كمان صاحبهم التالت تاماكي خد كيريشيما، وكانوا بيتدربوا مع بطل لقبه فات جام. ولاحظ كيريشيما ان تاماكي برغم قوته الا انه ما عندوش ثقة في نفسه، وبرضه في طريقهم واجهوا اشرار. فات جام وقف معظمهم، وتاماكي لان قدرته بتمكنه انه بعد ما ياكل اي حاجة يهجم بمميزاتها، هجم بايدي اخطبوط لانه كان لسه واكله، ووقف شرير ووقعه. بس فجأة ظهر شرير كمان وضرب على تاماكي نفس الرصاصة اللي اوفرهول كان بيتكلم عليها مع شيجاراكي واصابه بيها. هو تاماكي بعدها حس انه مش قادر يستخدم قوته، فجري كريشيما ورا الشرير لحد ما وصلوا الممر خرج فيه الشرير من جسده انصال صغيرة. هو حاول يصيب بيها كريشيما لكن كريشيما ضربه ووقعه، وافتكر كريشيما انه كده انتصر. بس الشرير قام وحقن نفسه بعقار بيزود القدرة، وقدرته زادت بعدها وخرج انصال كتير على كريشيما. فكريشيما صلب جسده لاعلى مرحلة وصل لها وصد الانصال وراح ضرب الشرير في بطنه ووقعه. ولما الشرير حاول يهرب جه فات جنب قدرته على امتصاص اي حاجة في جسده وامتص الشرير ووقفه، وهزموا الاشرار وانتهت الحادثة. ووقف كريشيما بعد كده مع فات جام وتاماكي، وفات جام قال لهم موضوع الرصاص اللي بيوقف القدرة ده يقلق ولازم نعرف ايه اللي وراه. فكريشيما وتاماكي قالوا له فعلا احنا لازم نحقق في الموضوع ده. وصبح تاني يوم كريشيما كان مع اصحابه في الفصل، واصحابه قالوا له ان الاخبار كلها بتتكلم عليه هو واوراراكا وتسويو بعد هزيمتهم للاشرار. وعدت الايام وفي يوم تم استدعاء ميدوريا وكريشيما وتسويو واوراراكا الاجتماع، وراحوا لقوا الثلاثه الكبار هناك وكمان لقوا مجموعه ابطال. وشويه وجه نايت اي وقال للكل الاجتماع ده اتعمل لمناقشه اعمال شيها سايكاي، يلا ندخل. هو فعلا دخلوا وكل واحد عارف معلومه قالها. وفات جام قام قال الرصاصه اللي بتوقف القدره دي بتوقفها مؤقتا لان تاماكي بعد ما نام وصحي لقى قدرته رجعت تاني. فايزا قال الرصاصه دي بتشبه قدرتي. ففات جام قال له انت بتقدر توقف قدره اي حد بعينك، المشكله بقى ان الرصاصه دي مش بس بتوقف القدره دي كمان بتضر الجينات بتاعه القدره في الجسد. احنا لما فحصنا الرصاصه دي لقيناها مصنوعه من دم وخلايا بشريه، وتتبعنا الوسطاء اللي بيبيعوا الرصاصه دي وعرفنا ان شيها سايكاي ليهم علاقه ببيع الرصاصه، وبنعتقد كمان ان هم المصدر بتاعها. فنايتاي قال ميدوريا وميريو قابلوا اوفرهول من كام يوم وكان معاه بنت صغيره اسمها ايري بيقول انها بنته. اوفرهول قدرته هي تفكيك وتجميع اي حاجه حيه او غير حيه، يعني بمعنى اخر ممكن يصيب شخص وبعد كده يرجعه تاني سليم كانه ما اصابوش. وايري اللي ميدوريا وميريو شافوها دي جسدها كان مليء بالضمادات، فاحنا بنعتقد ان هي مصدر الرصاصه. اوفرهول بيفضل يصيبها وياخد من دمها وخلاياها لصنع الرصاصه وبعد كده بيرجعها سليمه تاني. وطبعا ده شيء محدش يستحمله، عشان كده لازم ننقذ ايري باي طريقه. وعشان نعرف مكانها هنتبع مجموعه اشرار ليهم علاقه بشيها سايكاي. فايزا وقال لنايت هاي هو انت ليه ما تستخدمش قدرتك وتشوف المستقبل وتعرف مكانها بسهوله؟ فنايت هاي قال له انا قدرتي بستخدمها ساعه واحده بس في اليوم وما بشوفش كل مستقبل الشخص اللي قدامي، انا بشوف بس تحركاته وبعض من مستقبله. كمان انا مش هينفع استخدمها على حد فيكو عشان اشوف المستقبل لان ممكن اللي استخدمها عليه ده يكون هيموت، هو انا مش عايز اعرف اذا كان حد فيكو هيموت ولا لا، عشان كده هنمشي في خطتنا عادي وهنبدا من النهارده. فكلهم جهزوا وخرجوا من الاجتماع. وساعتها ايزا ولقى ميدوريا وميريو متضايقين بعد ما تخيلوا اللي بيحصل لايري، فشجعهم وقال لهم ما تخافوش هنوصل لها وهننقذها. وفي نفس الوقت ده نايت اي واقف مع تورينو، وتورينو قال له انا اللي قلت لميدوريا يجي يتدرب عندك لاني كنت عايز احسن علاقتك بأول مايت، صحيح ايه رايك في ميدوريا لحد دلوقتي؟ فنايت اي قال له هو كويس بيشبه اول مايت في كل حاجه. هو تاني يوم رجع ميدوريا للاكاديميه وافتكر ساعتها ان عايزه وقال له امبارح ارجعوا الاكاديميه ولما نلاقي مكان ايري هنقول لكم، وخلوا بالكم لو عرفنا ان تحالف الاشرار ليه علاقه بالموضوع مش هندخلكم فيه، اهم حاجه ما تقولوش لحد اي معلومه عن اللي بيحصل. ورجع ميدوريا للحاضر ونفذ طلبات عايزه وهو ما قالش لحد، وبدا الابطال في الوقت ده يدوروا على مكان ايري. وميدوريا كان مستني رسالتهم بفارغ الصبر، وبالرغم من ده كان بيأدي تمارينه في الاكاديميه على اكمل وجه. ولاحظ باكوجو وقتها ان مستوى ميدوريا وكيريشيما واوراراكا وتسويو اتطور بعد تدريبهم العملي، فاتضايق جدا لانهم هيسبقوه. وايدا وتودوروكي هم كمان لاحظوا ان ميدوريا في حاجه شغلاه وحاولوا يعرفوا منه في ايه، لكن ميدوريا ما قالهمش. لحد ما بعد يومين جت رساله لميدوريا من الابطال بيقولوا له فيها انهم عرفوا مكان ايري، ففرح جدا. والصبح راح مع كيريشيما واوراراكا وتسويو اجتمعوا مع الابطال. ونايتاي قال للكل انا لقيت شرير من شيها سايكاي استخدمت قدرتي عليه وعرفت مكان ايري منه، هي موجوده في مقر شيها سايكاي تحت الارض وهنروح لها دلوقتي بالتعاون مع الشرطه
الشرطة. فكله جاهز وبالفعل انضموا للشرطة، وايزاوا قال لميدوريا انا هبقى دايما براقبك لانك متهور. فميدوريا قال له ماشي، وشوية وكلهم اتحركوا. واول ما وصلوا فجأة خرج عليهم واحد من شيها سايكاي وهجم. فريوكو البطلة اللي بتدرب اوراراكا وتسويو لان قدرتها هي التحول لتنين اتحولت ووقفت قدام الشرير وخلت الباقي يدخلوا. وجهز اوفرهول للمواجهة هو وكل اعضاء شيها سايكاي. ودخل اوفرهول لراجل عجوز وقال له انا بعتذر لك جدا، الاوضاع دلوقتي هتبقى صاخبة. وبدأ اوفرهول بعدها يخرج الاشرار التابعين ليه عشان يعطلوا الابطال. فالابطال والشرطة قعدوا يبعدوهم ويكملوا طريقهم. وفتح نايتاي باب سري بيوصل لمكان ايري ودخلوا كلهم منه. ولما لقوا جدار قدامهم ميدوريا وكريشيما راحوا كسروه واستمروا لحد ما واحد من شيها سايكاي اسمه ايرينيكا حقن نفسه بعقار معزز للقدرة ولانه بيقدر يدخل لاي حاجة ويتحكم فيها. دخل للحوائط واتحكم في الاسمنت وخلاها تتمايل بالابطال. فتمكي خاف وقال ده فخ وشكلنا هنتحبس فيه. وقعد تمكي يفتكر انه من صغره وهو خجول وفقد الثقة بنفسه، واللي كان بيشجعه دايما في كل مرة هو ميريو. هو فعلا ميريو شجعه المرة دي كمان وقال له ما تخافش. وجري ميريو لوحده وانسل في الحوائط بقدرته وكمل. فايرينيكا مسكتش وكسر الارض تحت الابطال ووقعهم عند 3 من اعضائها سايكاي. اول واحد منهم هجم بالسيف فايزاوا وقف قدرته بعينه. وتمكي بعد كده مسك ال3 بايدي اخطبوط وقال للابطال امشوا انتوا بسرعة وكملوا انا ههتم بيهم. وبالفعل الابطال سابوه مشيوا بس شوية وقام الشرير الاول اللي اسمه تويا وبيقدر يسرق اي حاجة عن بعد وضرب ايدي الاخطبوط بسكينة سرقها. وقام بعده الشرير التاني اللي اسمه هوجو وقدرته هي التبلور وهجم ببلوراته ورجع تمكي لورا والوضع بقى تحت سيطرتهم. فتمكي زود قوته واستخدم تقنية من تقنياته اسمها الهجين الهائل بيقدر بيها يستخدم خصائص كل حاجة اكلها. وبدأ يهجم ويصيب تويا وهوجو لحد ما الاتنين قوموا الشرير التالت اللي اسمه تابي وبيقدر ياكل اي حاجة قدامه. وقعد تابي ياكل ايدي الاخطبوط وسرق تويا قناع تمكي اللي بيحمي وشه. وهجم هوجو ببلوراته عشان يقتل تمكي بس تمكي استغل ده وكل واحدة من البلورات واستخدمها في هجومه وقواه. وحول رجله لمخالب فرخة وضرب بيها ال3 ووقعهم. وبعد كده قيدهم وسممهم وقال لهم السم ده مش هيموتكم بس هيخليكم ما تقوموش. وبره مقر شيها سايكاي في الوقت ده بابل جيرل مساعدة نايتاي قبضت على اشرار من التابعين لها سايكاي وعرفت منهم انها سايكاي كان بيقودها شخص لقبه الزعيم هو اللي ربى اوفرهول لحد ما مسك المنظمة مكانه. والزعيم ده هو الراجل العجوز اللي اوفرهول زاره واتكلم معاه من شوية. وكان لسه ميدوريا وباقي الابطال بيجروا مع بعض تحت الارض لحد ما ايرينيكا اتحكم في الحائط وهجم بجزء منه على ايزاوا. ففات جام وكريشيما حموه والحائط خدهم لممر لقوا في واحد من اعضائها سايكاي اسمه رابا. ضرب كريشيما الاول وبعدها ضرب فات جام. فلما فات جام هجم عليه لقى جوه حاجز واكتشف ان رابا مش لوحده ومعاه عضو تاني اسمه تنجاي هو اللي بيعمل الحاجز. حواجز تنجاي عبارة عن مجال قوة اشبه بجدار فولاذي عشان كده من الصعب اختراقها. وشوية وربا خلى تنجاي يخرجه من الحاجز وراح يكمل ضرب في فات جام. ولان قدرته بتمكنه من اللكم بسرعة فائقة قعد يضرب في فات جام كتير اللي اتصابه وهو بيحمي كريشيما لان كريشيما كان خايف وما عندوش خطة. وقعد كريشيما وقتها يفتكر ماضيه لما كان في المدرسة الاعدادية. ساعتها كريشيما ما كانش بيقدر يصلب جسده بشكل كويس وما كانش بيقدر يدافع عن حد. وفي يوم شاف اشيدو وعرف انها معاه في المدرسة وهتقدم طلب للالتحاق بيو ايه. ففكر هو كمان انه يلتحق. وفي اليوم ده وهو مروح لقى شرير بيخوف بنتين. وكريشيما كان عايز يتدخل لكنه خاف لحد ما اشيدو جت بعدت الشرير. وبعد الموقف ده حس انه ضعيف. ولما روح البيت سمع بطل بيتكلم في لقائه وبيقول ما ينفعش اي بطل قوي يندم على اللي فات ولا يخاف، لازم يصلح من نفسه ويبقى اقوى. وكريشيما لما سمع الكلام ده قرر انه يبقى اقوى ويلتحق بيو ايه. وفعلا اتدرب ودخل اختبارات يو ايه ونجح فيها وبقى اقوى. ورجع كريشيما بعد كده للحاضر وقال في دماغه وما ينفعش اندم ولا خاف. وكان لسه كل ده فات جنب يتضرب لحد ما دهون جسده اللي بيمتص بيها الحاجات اتحرقت وده خلى شكله يتغير. ولما ربى راح عشان يقضي عليه كريشيما جه وقف قصاده وتصدى لضرباته وهجم عليه. فاتن جاي بسرعة عمل حاجز وحمى ربى. وكريشيما وقع وده ادى فرصة لفات جام انه يحول كل الدهون اللي اتحرقت عنده دي لطاقة وضرب بيها الحاجز وكسره. هو وقع ربى وتنجاي وافتكر فات جام انه انتصر بس ربى قام وقال له قتالكم ممتع خصوصا كريشيما، انا كنت بطل فنون قتالية عشان كده بستمتع بالقتالات وهكمل قتالنا لحد ما حد مننا يهزم
التاني في غرفة علاج ورا المكان اللي احنا فيه ده، هوديكوا تتعالجوا ونبقى نكمل بعدها. فتنجاي رفض اللي ربا بيعمله، لكن ربا ما سمعلوش وربطه وخدهم لغرفة العلاج. وهناك فجأة انضمت كيريشيما وسأل ربا هو انت اشتغلت مع هاسايكاي ليه؟ فربا قال له لان اوفرهول هو الوحيد اللي هزمني، قتلته 5 مرات، كان بيهزمني ويقتلني وبعد كده بيرجع جسدي سليم تاني، عشان كده انضمت له. واثناء فجأة ما كان بيتكلم مع ربا، ميدوريا واللي معاه كانوا لسه بيجروا. هو اللي ما كانوش يعرفوا ان توجا وتوايس موجودين في المكان، وده بعد ما اوفرهول اتفق مع شيجاراكي وشيجاراكي اقنعهم بمساعدة شيها سايكاي. ورجع في الوقت ده ايرينيكا يتلاعب بالحوائط تاني، فواحد من الابطال لقبه روكلوك بيقدر يثبت اي حاجة حط ايده وثبت جزء من الحوائط. ولما ايرينيكا تلعب باحجار كبيرة وهجم عليهم، ميدوريا كسرها برجله 3 مرات، بس ايرينيكا مسكتش ورفع الارض وفرق ميدوريا والابطال عن بعض. هو ساعتها روكلوك لقى نفسه لوحده، وجت توجا هجمت عليه، لما ضربها طلعت نسخة توايس عاملها لها، وجت توجا بجسدها الحقيقي من ورا واصابته. فميدوريا وايزاوا كسروا واحد من الحوائط ودخلوا عند روكلوك، ولقوا في 2 منه، واحد واقع مصاب والتاني واقف قدامهم. هو اللي واقف قدامهم دي كانت توجا واخده شكل روكلوك بعد ما شربت دمه. فايزاوا قال المصاب هو الحقيقي وبعينه ابطل قدرة توجا على التحول. فتوجا بسرعة هجمت على ميدوريا وقعد ميدوريا يتفاداها، وايزاوا مسكها بضماداته، لكن توجا جت من وراه اصابته وهربت. هو ميدوريا قال في دماغه تحول توجا ده بيفكرني باللي حصل مع كيمي في اختبار الرخصة. هو شوية وبعد توجا ما هربت، توايس دخل عند نايتاي وكان معاه نسخة من ربا، فنايتاي يستخدم معدات عالية الكثافة وقع بيها نسخة ربا وبعدها وقضى عليها، وبعد كده حدفها على توايس وقطع بيها جزء من قناعه. فتوايس هرب بسرعة وقال في دماغه لازم اغطي وشي يا اما هحس ان شخصيتين مش شخصية واحدة، ووقتها نسخي هتنقسم جوايا ولما اخرجهم هيقتلوا بعض زي ما حصل قبل كده. فهو بيفكر توجا جت عنده وغطت وشه، وبدأوا هما الاتنين بعد كده يستفزوا ايرينيكا عشان يخلوا الابطال يمسكوه. هو ده لان ولاهم الكامل ما كانش لشيها سايكاي، هما بس ساعدوهم لان شيجاراكي امرهم بده. فاستمروا في استفزاز ايرينيكا لحد ما غضب ووقع الكل لتحت وقعد يصرخ. هو ميدوريا لما سمعه راح ضرب الحجارة وكشف مكانه. هو ايزاوا بعينه وقف قدرته ووقعوه، ونجحت توجا وتوايس في تسليم ايرينيكا. هو لما كان ده بيحصل اوفرهول كان مخلي مساعده اللي اسمه كورونو يشيل ايري عشان يبعدوا بيها، ووقفوا هما الاتنين مع بعض في المعمل. واوفرهول قال له على فكرة احنا وضعنا كويس، الفترة الأخيرة قدرنا نصنع رصاص بيمحي القدرة بشكل دائم مش بشكل مؤقت زي الرصاص القديم. فكورونو قال له بس الرصاص الجديد ده خد مننا وقت كبير، ال5 رصاصات صنعناهم في شهر. فاوفرهول قال له لما يبقى معانا فلوس هنعمل الرصاص في معمل أحسن من ده، وساعتها هنصنع بسرعة. وشوية وخرجوا هما الاتنين من المعمل، وجه عندهم في الوقت ده ميريو. فاوفرهول وكورونو مشيوا وسابوا قدامه 2 من أعضاء هاسايكاي. الأول اسمه ساكاكي، قدرته بتمكنه إنه يخلي خصمه يفقد توازنه، فهجم على ميريو وأفقده توازنه. والتاني اسمه نيموتو، قدرته بتمكنه من إجبار خصمه على الاعتراف، فقعد يستخلص معلومات من ميريو لحد ميريو ما انسل في الحيطة وفضل يتحرك بسرعة بانسلاله، وراح ضرب الاتنين ووقعهم. هو جري ورا اوفرهول هجم عليه الأول، وبعد كده ضرب كورونو وخد ايري. هو قال لها ما تخافيش انا هنقذك، وقال له اوفرهول ازاي تعمل كده في بنتك؟ فاوفرهول قال له دي مش بنتي، انا كدبت عليك قبل كده لما قلت لك انها بنتي. هو بدأ اوفرهول يفكك الارض بقدرته ويهجم بيها، فميريو تفاداها. هو لما كورونو قام وحاول يضربه بمسدس، ميريو ساب ايري تحت العباءة بتاعته وراح ضرب كورونو، وبعد كده انسل في جسد اوفرهول وضربه هو كمان. وفضل ميريو مسيطر على القتال وكمل ضرب فيهم. فاوفرهول قال في دماغه الولد ده قوي. هو شاف اوفرهول من بعيد نيموتو بيتحرك، فحدف له ال5 رصاصات اللي بيمحوا القدرة بشكل دائم. هو نيموتو بسرعة استخدم رصاصة منهم وضربها واصاب بها ميريو، وبعدها قدرة ميريو اتمحت تماما. لكن بالرغم من ده كمل قتال. فاوفرهول ما كانش مصدق انه لسه مكمل وما وقفش حتى بعد ما قدرته وقفت. هو قعدت ايري تعيط لان ميريو بيتصاب وبيعاني بسببها. هو وقف ميريو في الوقت ده مستني اي حد يوصل يساعده لحد ما ميدوريا واللي معاه وصلوا بعد ما قبضوا على ايرينيكا. هو دخل ميدوريا ضرب اوفرهول وراح نايتاي مسك ميريو وايري. ولما ميدوريا هجم تاني ايزاوا هجم معاه ووقف قدرة اوفرهول. فكورونو قام يساعد اوفرهول، ولان قدرته بتمكنه من الهجوم بخصل شعره وبيبطئ حركة خصمه، هجم واصاب ايزاوا في ايده وبطأ حركته. فقام اوفرهول هجم. هو جاب نيموتو عنده وعشان يقوي نفسه قرر انه يضحي بنيموتو ويندمج معاه.
معاه، وفعلا عمل كده، وجسده اتغير وبقى اقوى، وهجوم اوفرهول ده وقع كورونو مع ايزاوا لتحت. وساعتها كورونو سيطر على ايزاوا وقال له انا مش هخليك تتحرك من هنا. اللي انت ما تعرفوش ان ايري تبقى حفيدة الزعيم القديم بتاع هاسايكاي، واوفرهول مش هيسيبها. وبالفعل فضل اوفرهول يهجم وقال لماريو لو ما كنتش اتدخلت ما كانش زمانك خسرت قدرتك للابد. فميدوريا ونايتاي لما عرفوا ان ماريو خسر قدرته اتفاجئوا، وراح ميدوريا بسرعه بصخره وتصدى لاوفرهول، ونايتاي قال له ارجع انت خليك مع ماريو وايري وانا هروح اهجم. فميدوريا سمع كلامه وبدا نايتاي يهجم، واستخدم البصيره بتاعته عشان يتفادى هجمات اوفرهول. بس اللي نايتاي شافه بقدرته في المستقبل ما كانش كويس، لانه شاف نفسه هو وميدوريا مقتولين واوفرهول بيهرب. وفعلا شويه واتصاب نايتاي اصابات خطيره في القتال، فميدوريا رجع يهجم مكانه، تفادى الاشواك الارضيه بتاعت اوفرهول ونزل عليه برجله، لكن اوفرهول تفادى الضربه واصابه في رجله وايده. واستخدم اوفرهول بعد كده قدره نيموتو وكلم ميري وبدا يقنعها بالرجوع ليه، وقال لها الناس بتتاذي وبتموت بسببك، ارجعي انت مش عايزاهم يتاذوا صح؟ فايري قالت له صح انا مش عايزاهم يتاذوا، هرجع لك بس عالجهم كلهم الاول. فميدوريا قال لها بعيدي ما ترجعلوش، وقال حتى لو المستقبل موجود فيه اني هموت انا ونايتاي انا هغير المستقبل ده. واثناء ما كان ميدوريا بيقاتل اوفرهول، ريوكو كانت لسه بتقاتل الشرير اللي قدامها واللي اسمه ريكيا، وكان معاها كمان مجموعتها نيجيري وراراكا وتسويو. بس ريكيا بقدرته على سحب طاقة خصمه سحب طاقة تسويو وراراكا، فريوكو ونيجيري هجموا عليه ومعرفوش يوقفوه لحد ما جت عندهم توجا في شكل ميدوريا وقالت لهم ان نايتاي مصاب تحت. فريوكو سرعت من هجومها عشان تنزل لنايتاي وهجمت على ريكيا، وتسويو وراراكا ساعدوها، ونيجيري اصابته بهجوم نزلوا لتحت ونزلوا معاه ولقوا ميدوريا هناك، فعرفوا ان اللي فوق دي كانت توجا، نزلتهم تحت عشان تخليهم يقضوا على اوفرهول، واستغلت الموقف هي وتوايس ونزلوا لتحت نسخة من كومبرس لانهم كانوا عايزين يخطفوا ايري. فاوفرهول خد ايري وهرب، بس ميدوريا ما سابهوش وراح وراه، وايري ساعتها شافت عباية ميريو قدامها وقواها استيقظت بعد ما افتكرت اللي ميريو عمله عشانها، وبقدرتها رجعت اوفرهول لشكله قبل ما يندمج مع نيموتو، وقررت تروح لميدوريا وفعلا نطت عنده وميدوريا مسكها وفعل في جسده وانفرول بالقوة القصوى، كسر صخور كتير في المكان وطار لفوق بايري، وده اغضب اوفرهول جدا وقعد اوفرهول يفتكر ماضيه. اوفرهول اسمه الحقيقي تشيساكي، وهو صغير الزعيم تبناه وضمه لشيها سايكاي. هو لما كبر في يوم قال له انا حفيدتي اسمها ايري جبتها هنا بعد ما بقدرتها محت ابوها تماما من الوجود، وامها تخلت عنها، عايزك تعتني بيها وتعرف قدرتها عبارة عن ايه، لاني حاسس ان قدرتها بتشبه قدرتك شوية. فاوفرهول سمع كلامه وعمل كده، وعرف ان قدرة ايري بتمكنها من ارجاع اي جسد لحالته السابقة، يعني ممكن تخلي الشخص اللي قدامها اصغر سنا لو هو كبير، او ممكن تعالج اصابته لو هو مصاب، او ممكن ترجعه من غير قدرة زي ما اتولد، او ممكن تمحي من الوجود تماما كأنه ما اتولدش. كل ده بيندرج تحت قدرتها لارجاع اي جسد لحالته السابقة. بس المشكلة ان ايري ما بتعرفش تسيطر على قدرتها، عشان كده في مرة استخدمت قدرتها على ابوها ومحيته تماما من الوجود. فاوفرهول لما عرف كل ده قرر انه يستخدم قدرتها لمصلحته، وبقى ياخد من دمها وخلاياها لانتاج الرصاص اللي بيمحي القدرة، وكان ناوي لما الرصاص ده ينتشر يستخدم ايري برضه في انتاج مصل للرصاص، وده بهدف انه يخلي الناس تشتري الرصاص والمصل، ويخلي شيها سايكاي ساعتها يتحكموا في العالم. لكن المشكلة اللي واجهت اوفرهول ان مخططه ده اترفض من الزعيم، واوفرهول عشان يكمل دخل الزعيم في غيبوبة، وبقى هو زعيم شيها سايكاي مكانه، ولقبه بقى اوفرهول على اسم القدرة بتاعته، وكمل خطته. ورجع اوفرهول بعد كده للحاضر ولقى ريكيا قدامه، فاندمج معاه وراح ورا ميدوريا، ونايتاي قال ميدوريا هيتقتل دلوقتي، هو ده المستقبل اللي انا شفته. فاورارا كانت اتخضت وكانت عايزة تساعد ميدوريا، وخدت الكل وخرجوا. وريوكو قبل ما تخرج قضت على نسخة كومبرس الموجودة معاهم وخرجت هي كمان، ونزل ميدوريا في الوقت ده على الارض ولقى جروحه كلها اتعالجت، وده بفضل قدرة ايري. وشوية وجه اوفرهول عنده وقال له ايري ما بتعرفش تسيطر على قدرتها، وطول ما انت شايلها كده هتفضل تستخدم قدرتها عليك، المرة دي عالجتك بس المرة اللي جاية ممكن تسحب منك قدرتك او ممكن تمحيك تماما من الوجود، سلمها لي احسن لك بدل ما تتأذي. فميدوريا قال له انا مش هسيبها. فاوفرهول هجم عليه، وميدوريا استخدم القوة القصوى لوانفرول تاني وضربه برجله واصابه، وطار لعنده فوق وقال له انا لو ما انقذتش ايري مش هبقى بطل، وهجم ميدوريا مرة كمان، وبقبضته ضرب
اوفرهول ضربة قوية جدا ووقعه. فنايتاي وهو بيتفرج قال مش هو ده المستقبل اللي انا شفته؟ معقولة ميدوريا قدر يغير المستقبل؟ وبعد ميدوريا ما ضرب اوفرهول ووقعه اوفرهول ما قدرش يقوم تاني. هو راح تمكي في الوقت ده هجم على كورونو واستعاد ايزاوا منه وخد ماريو كمان وطلع بيهم لفوق. فلما قدرة ايري خرجت عن السيطرة وفكت اندماج اوفرهول وريكيا، اوراراكا راحت قبضت على اوفرهول وايزاوا وقف قدرة ايري بعينه وانتهت المعركة. وبعد كده الشرطة جت وباقي الابطال قبضوا على رابا وتنجاي وباقي الاشرار بتوع هاساي كاي. وجه الاسعاف هو كمان عشان ينقل المصابين. وقبل نايتاي ما يركب عربية الاسعاف قال لميدوريا انت غيرت المستقبل، انت فعلا قوي. وشوية واتحركت عربيات الشرطة والاسعاف بالمصابين والمقبوض عليهم. بس في الطريق عربيات الشرطة اللي فيها اوفرهول طلع عليهم شيجاراكي ودابي وكومبرس. وده بعد ما توجا كلمتهم وقالت لهم على مكان العربيات. هجم دابي الاول على عربية الشرطة فخرج بطل لقبه سناتش بيقدر يستخدم الرمل وصد الهجوم. فشيجاراكي راح هو كمان هجم عليه وده ادى فرصة لكومبرس اللي فك ضغط كورة من كوراته وخرج صخرة. الصخرة دي قلبت عربية من عربيات الشرطة وشيجاراكي راح وقف العربية التانية وسيطروا على الوضع. دابي وكومبرس هزموا سناتش وشيجاراكي خرج اوفرهول وقال له ما تخافش انا مش هقتلك، انا خليت توجا وتوايس يجولك عشان يخونوك واقدر امسكك مش عشان يساعدوك زي ما انت كنت فاكر. ودلوقتي هعمل حاجة تضايقك. وشيجاراكي بعد كده خد من اوفرهول الرصاص اللي بيمحو القدرة. هو كمان فت الدراع وقطعه له عشان ما يعرفش يعالج نفسه وسابه ومشي. فاوفرهول غضب جدا وقعد يصرخ. وبعد انتهاء الحادثة كل الابطال كانوا في المستشفى حالتهم مستقرة ما عدا نايتاي حالته كانت صعبة وخلاص بيموت. فميدوريا واول مايت راحوا يشوفوه ونايتاي قال لميدوريا طاقتك اثرت في كل حاجة حواليك وغيرت المستقبل. اول مايت كان عنده حق لما اداك وان فور اول. فميدوريا قعد يعيط ودخل عليهم بعد كده ميريو ونايتاي قال له سامحني ما عرفتش احميك بس انت هتبقى اقوى بطل في العالم ابذل قصارى جهدك. فميريو هو كمان قعد يعيط وشوية ومات نايتاي. وتاني يوم تورينو كان هو وتسوكاوتشي مع بعض لان جالهم تقارير عن مكان كوروجري فراحوا لهناك. وتورينو اول ما شاف كوروجري هجم عليه ومسكه وقال له هو انت جاي هنا ليه؟ فكوروجري قال له جاي اقابل شرير وحش من اتباع اول فور وان. وفعلا ظهر شرير ضخم جدا اسمه جيجانتو ماكيا وهجم عليهم. فتورينو قبض على كوروجري وهرب هو وتسوكاوتشي. ورجوعا للمستشفى ميدوريا في الوقت ده كان زعلان على موت نايتاي. هو عرف ان كل المصابين هيخرجوا من المستشفى خلاص ما عدا ايري اللي لسه مغمى عليها وميريو اللي لسه حالته ما استقرتش. فراح ميدوريا يطمن على ميريو ولقاه مبتسم فاستغرب. وميريو قال له انت مستغرب اني مبتسم بعد ما فقدت قدرتي وفقدت معلمي صح؟ ما تستغربش نايتاي كان دايما بيضحك وعلمني اضحك زيه في اي موقف. انا ما فقدتش الامل لما ايري تفوق هحاول اخليها بقدرتها تساعدني اني ارجع قدرتي وحتى لو معرفتش هفضل احاول. فميدوريا فرح لما لقى ميريو متفائل. وبالليل رجع ميدوريا للمسكن هو وكريشيما واوراراكا وتسويو واصحابهم سلموا عليهم واحتفلوا انهم رجعوا سالمين. وصبح تاني يوم باكوجو وتودوركي كان عندهم تدريب من تدريبات الحصول على الرخصة المؤقتة. وقابلوا مايك وأول مايت اللي قال لهم ان تدريب النهارده هيبقى صعب. وشوية وصل تودوركي وباكوجو لمكان التدريب. وقابلوا هناك يوراشي وكيمي وشيشيكورا طلاب أكاديمية شكيتس. وعرفوا ان يوراشي وكيمي هيتدربوا معاهم عشان يحصلوا على الرخصة زيهم. ودخلوا هما الأربعة لساحة التدريب وهناك جه أول مايت هو وانديفر يتفرجوا. وبعدها دخل جانج اوركا وقال لهم تدريبكم النهارده هيكون على التعاون وكسب قلوب الناس. وهو بيتكلم دخل مجموعة أطفال عليهم وأوركا قال للمتدربين مهمتكم انكم تكسبوا قلوب الأطفال دول وتخلوهم يحبوكوا ويتبعوا أوامركم يلا ابدأوا. وفعلا بدأوا التدريب. باكوجو زي عادته قعد يزعق للأطفال وقال احنا لازم نلجأ للعنف عشان نخليهم يتبعونا. فيوراشي قال له لا احنا لازم نلجأ للحوار. وحاول يوراشي يتكلم مع الأطفال بس الأطفال كانوا مشاكسين جدا ويوراشي ما قدرش يسيطر عليهم. فتودوركي حاول بالكلام وبرضه معرفش. وكيمي حاولت هي كمان لكن الأطفال ما رضخوش لأي طريقة وجهزوا وهجموا بقدراتهم على باكوجو اللي معاه. بس هجماتهم كانت ضعيفة وما عملتش أي حاجة. وبدأ بعدها يوراشي يطيرهم لفوق بتحكمه في الهواء. وتودوركي وباكوجو عملوا لهم زحاليق بالتلج والنار. وكيمي لأنها بتقدر تستخدم الوهم وهمتهم انهم في مكان خيالي والاطفال حبوا ده جدا. وقعدوا يلعبوا ورضخوا لتودوركي وباكوجو ويوراشي وكيمي والاربعه نجحوا في التدريب. وبعد التدريب ما خلص انديفر اتكلم مع تودوركي وقال له انا فخور بيك وبوعدك اني هخليك فخور
فخور بيا. بس تودوركي مهتمش وسابه ومشي وجه وراش يسلم على انديفر وانهى عقدته القديمة معاه. وبعد كام يوم اتعمل عزل نايت اي كل الطلاب حضروه. وايري في الوقت ده فات في المستشفى وقدرتها ما كانتش بتخرج من جسدها بشكل كبير زي الفترة اللي فاتت، حتى قرنها اللي بيخرج منه قدرتها بدأ يصغر. وفي الايام دي رجع الطلاب لتدريبات الاكاديمية او ياما بدأ يقرب من ميدوريا ويبقى صاحبه. وفي واحد من التدريبات قال له انا بحس انك شبهي لان قدراتنا مش متوافقة مع اجسامنا. انت قعدت فترة كبيرة تتعود على قدرتك وانا برضو بحاول اتعود على الليزر اللي بخرجه من بطني. فميدوريا قال له كلامك صح، على فكرة انت قوي الملاحظة. وتاني يوم دخل ايزاوا للطلاب وقال لهم ان الاكاديمية هيتعمل فيها مهرجان ولازم كلكم تقدموا نشاط في المهرجان ده، وخلوا بالكم ده مهرجان مختلف عن المهرجان الرياضي. فالطلاب قعدوا يفكروا ايه النشاط اللي هيقدموه في المهرجان لحد ما قرروا بالليل انهم هيعملوا عرض موسيقي راقص. والصبح راح ميدوريا وميريو زاروا ايري، وايري اعتذرت لهم بعد ما اتصابوا واتأذوا بسببها. فميريو قال لها احنا بنعمل كل ده عشان تبقي سعيدة. وميدوريا قال لها احنا فعلا عايزينك تبقي سعيدة، عشان كده هخليكي تحضري المهرجان اللي هيتعمل فيه ايه. واستأذن ميدوريا ايزاوا انه يخلي ايري تحضر المهرجان. فايزاوا قال له ما اعتقدش ان المدير هيمانع. فميدوريا فرح. ولما كان ده بيحصل كان في شرير لقبه جنتل بيقوم بعمليات سطو وبيخلي شركته اللي لقبها لابرافا تصوره وتنزل فيديوهات السطو دي على النت. ولما الشرطة شافت الفيديوهات دي بدأت تلاحقه بس ما عرفوش يمسكوه. وجنتل قال لابرافا احنا عايزين نعمل عملية كبيرة نخلي الناس كلها تعرفنا بيها. انا قررت اننا نهجم على اكاديمية يو اي اثناء المهرجان بتاعهم. فلابرافا اعجبت بالفكرة. وبالليل ميدوريا واصحابه بدأوا يحضروا للعرض بتاعهم في المهرجان ووزعوا الادوار. باكوجو هيلعب درامز لانه الوحيد اللي اتعلمه من صغره. وباكوجو قال لهم انا هشارك معاكم مش عشان نسعد طلاب المسارات التانية اللي هيتفرجوا علينا، انا هشارك عشان نعمل نشاط يتفوق عليهم كلهم. هو غير باكوجو على الدرامز ياوي روز كانت هتعزف بيانو وكاميناري وتوكيامي هيلعبوا جيتار. هو بقى فاضل بس اللي هيغني، فكلهم اختاروا جيرو لان صوتها حلو. وبعد اختيار اللي هيعزفه واللي هتغني باقي الطلاب اتقسموا، جزء هيعمل مؤثرات وجزء هيرقص. وصبح تاني يوم راح ميدوريا لأول مايت يتكلم معاه وقال له انا لسه لحد دلوقتي ما وصلتش ل100% من قوة وان فور اول. انا لما بستخدم القوة القصوى بستخدمها بعد ما بوصل ل20% بس من القوة، وكمان ساعتها ما بقدرش احافظ على جسدي بدون اصابات. فاول مايت قال له تعالى معايا، ونزلوا هما الاتنين. واول مايت خلاه يفعل وان فور اول في جسده ويهجم برجله هجوم بعيد المدى يستخدم فيه ضغط الرياح. هو قال له انا كان المفروض اعلمك ازاي تستخدم الهجمات بعيدة المدى دي من زمان، لكن اعتقد ان انت دلوقتي بقيت بتستخدم الهجمات بعيدة المدى بسهولة. انت الاول كنت بتستخدم وان فور اول بالقوة الكاملة في منطقة واحدة من جسدك، وده كان بيخليك تتصاب اصابات خطيرة، فبدأت تستخدمها في جسدك كله، بس بقيت بتستخدمها بنسب صغيرة زي 5% و8% و20% مش اكتر من كده. فانا عايزك وانت مفعل وان فور اول في جسدك كله تحاول تستخدمها بالقوة الكاملة في منطقة واحدة وتهجم بيها. فميدوريا سمع كلامه وعمل كده، فعلها في جسده بنسب صغيرة وحاول يطلقها من صباعه بنسب اعلى. واول مايت قال له ده هيكون تدريبك لانك مش محتاج تستخدم القوة الكاملة في كل جسدك، انت محتاجها في المنطقة اللي هتهجم بيها وبس. فميدوريا شكر اول مايت وبعد كده سابه ورجع لاصحابه. وشوية وصل ميريو ليو اي وكان معاه ايري، والطلاب رحبوا بيها. وميريو وميدوريا خدوها جولة في يو اي عشان تتعود على التعامل مع الكل لانها ما كانتش بتتعامل غير مع اوفر هول بس. فايري وهي ماشية شافت كل طلاب يو اي بيجهزوا للمهرجان واتحمست جدا. ومع الايام بقى ميدوريا مهتم بحاجتين، اول حاجة انه يتدرب على تزويد قوة وان فور اول في جسده، وده خلاه يطلب من هاتسومي انها تعمل له اداة تساعده في التدريبات. وتاني حاجة بقى كان مهتم بيها هو انه يتدرب مع صحابه على دوره في المهرجان، لحد ما في يوم قعد مع اصحابه بالليل وشرب معاهم شاي ياوي روز جايباه اسمه شاي الاوراق الامبراطورية. وبالصدفة فتح فيديو من فيديوهات جنتل ولقى بيتكلم عن انه بيحب شاي الاوراق الامبراطورية. فميدوريا قال في دماغه هو جنتل ده ناوي على ايه؟ هو جنتل في الوقت ده كان قاعد مع لابرافا بيحطوا خطة اقتحام يو ايه. هو بعد ما خلصوا جنتل قال لابرافا انت شريكة ممتازة، وده لانك من افضل مستخدمين التكنولوجيا من ساعة ما شفتي اول فيديو ليا وانضمتي لي وانا نجاحاتي زادت، عشان كده بوعدك اني هنجح دايما بمساعدتك. وصبح تاني يوم جه ميعاد المهرجان، صحي ميدوريا اتدرب مع اول مايت وهاتسومي اديته الاداة اللي هتساعده واللي كانت عبارة عن قفازات داعمة لايده. وبعد ما خلص تدريبه خرج بره يو ايه وراح عند متجر عشان يجيب من هناك
حبل هيساعدهم في العرض. بس بالصدفة في طريقه قابل جنتل وكان هيخبط فيه، هو لأن جنتل كان لابس ماسك ميدوريا معرفوش، لكن جنتل مسكتش وقال لميدوريا لو كنت خبطت فيا كنت هتضيع لي مفعول شايل أوراق الإمبراطورية اللي أنا لسه شاربه. فميدوريا ساعتها ألف دماغه الصوت ده أنا سمعته قبل كده، وشايل أوراق الإمبراطورية ده كان في حد بيتكلم عليه. وفكر ميدوريا شوية وقال الراجل ده هو جنتل. هو ميدوريا قال له أنا عرفتك ابعد عن هنا، وحاول ميدوريا يهجم عليه، بس لأن جنتل بيقدر يحول أي حاجة لمطاط حول الهوا وبعد ميدوريا، وبدأت لابرافا تصور اللي بيحصل. فلما ميدوريا هجم تاني جنتل حول الأرض المطاط ورفع ميدوريا لفوق وهرب بعد كده هو ولابرافا. لابرافا قالت له الولد ده اسمه ميدوريا من أكاديمية يو اي، أنا شفته قبل كده في المهرجان الرياضي. فجنتل قال لها يلا نكمل هروب، بس ميدوريا ما سابهوش، ومن بعيد استخدم صباعه في ضغط الهواء ودفعه على جنتل ونجح في ده وأصابه، وراح عليه لحد ما وقعوا هما الاتنين في مبنى تحت الإنشاء. وهناك جنتل قال لميدوريا سيبني أمشي، أنا مش شرير زي الأشرار التانيين، أنا ناوي أتسلل ليو اي بس من غير ما أذي حد. فميدوريا قال له لا مش هسيبك، ما ينفعش تدخل يو اي أثناء المهرجان، كده المهرجان هيتلغي. فجنتل لما لا مفيش فايدة من التفاوض مع ميدوريا قعد يمطط كل حاجة حواليه وينتقل ما بينها لحد ما فك عارض كبير وكان هيوقعه على راجل واقف تحت. فبسرعة ميدوريا راح مسك العارض وجنتل ولابرافا هربوا. فميدوريا عشان يلاحقهم ساب العارض ولقى رافعة قدامه واستخدمها وراح وراهم. ولما جنتل عمل حواجز مطاطية حواليهم ميدوريا استخدمها في عكس الهجوم على جنتل ولابرافا ومسكهم وقال لهم انا هسلمكم للشرطة دلوقتي. فلابرافا قالت له مش هسمح لك تعمل كده، واستخدمت قدرتها اللي بتمكنها من تعزيز قوة اي حد بعد ما تقول له كلام حب. فقعدت تقول لجنتل انها بتحبه لحد ما عززت قوته وقام جنتل بعد ميدوريا. وساعتها ميدوريا سمع ان المهرجان خلاص هيبدأ، فقام تاني اشتبك مع جنتل وفضلوا يهجموا على بعض. وميدوريا قال له هو انت بتعمل كده ليه؟ وسؤال ميدوريا ده رجع جنتل للماضي بتاعه وافتكر زمان لما كان حلمه انه يبقى بطل، بس كان دايما بيفشل في اختبار الحصول على الرخصة المؤقتة، والأكاديمية اللي هو ملتحق بيها كانوا عايزين يطردوه. وفي يوم وهو ماشي في الشارع لقى عامل هيقع من دور عالي، حاول ينقذه لكنه وقعه من غير ما يقصد. وبعدها الأكاديمية بتاعته طردته، وأبوه وأمه دفعوا تعويضات كبيرة للعامل بسبب الحادثة اللي هو عملها، وهم كمان طردوه من البيت، وده اللي حول جنتل لشرير. ورجع جنتل بعد كده للحاضر وقال لميدوريا هو انت عايز تبقى بطل ليه؟ فميدوريا قال له لان في ناس كتير وثقت فيا ومش هقدر اخذلهم. واستمر قتال ميدوريا وجنتل. جنتل ضرب ميدوريا ووقعه، فميدوريا استخدم هجمة بصباعه واصابه بيها، وبعد كده طلع ركله برجله ووقعه وسيطر عليه. ولابرافا لما لقت ان خلاص جنتل مش هيقدر يقوم راحت لميدوريا وهي بتعيط وقالت له سيبه. وبالفعل ميدوريا سابه لانه شاف اتنين من معلمين يو اي جايين عليه، اكتوبلازم وهاوند دوج، والاتنين مسكوا جنتل. وجنتل قال لهم انا بسلم نفسي خدوني انا، لكن سيبوا لابرافا هي ما عملتش حاجه. بس اكتوبلازم وهاوند دوج ما سمعوش كلامه وخدوهم هما الاتنين. وجنتل قبل ما يمشي قال لميدوريا اوعى تستسلم وحاول تحقق حلمك وتكمل طريقك. ومشي جنتل بعد كده. فميدوريا بسرعه راح اشترى الحبل ورجع الاكاديميه انضم لاصحابه عشان كانوا خلاص هيبداوا العرض بتاعهم. لبس ميدوريا وطلع على المسرح والعرض بدأ، وكان عرض مبهر لكل اللي بيتفرجوا. ميدوريا كان مع الفريق الراقص وساعد أوياما انه يزود العرض ابهار بالليزر بتاعه، وكل اصحابهم استخدموا قدراتهم في انجاح العرض. تسويو في الاستعراض ساعدت صحابها بلسانها، وبسبب العرض ايري لاول مره ابتسمت وكانت فرحانه جدا وهي بتتفرج. وشويه وميدوريا واصحابه خلصوا العرض وخرجوا من المسرح، وايري قالت له ان العرض كان حلو جدا. فميدوريا عيط لانه حس انه اسعد ايري. هو مش بس ايري، ده طلاب المسارات التانية اللي شافوا العرض جم هنوا ميدوريا واصحابه. وبعد كده كمل ميدوريا واصحابه الاستمتاع بالمهرجان، ومع غروب الشمس ميدوريا ودع ايري. وعدى شهر ورجع ايزا وبيري للاكاديميه وقال لميدوريا واصحابه ان ايري هتقعد في يو اي معاهم لان ملهاش حد. جدها زعيم شيها سايكاي القديم لسه في غيبوبه، فميدوريا فرح ان ايري هتبقى معاهم في يو اي. وبالليل لما كان ميدوريا واصحابه في المسكن جه عندهم البوسي كاتس الابطال اللي كانوا معاهم في المعسكر التدريبي. هو جه معاهم كمان كوتا، وميدوريا سلم عليه وسأل البوسي كاتس هو انتوا جايين ليه؟ فقالوا له انهم جايين يحضروا حدث بيقام مرتين في السنة بيتم فيه ترتيب الابطال في اليابان. هو بيتم ترتيبهم على حسب المهمات اللي قاموا بيها الفترة الأخيرة وأنقذوا قد إيه من الناس، وكمان على حسب استحسان الناس ليهم وإعجابهم بالأبطال دول. وفعلا تاني يوم الحدث اتعمل وتم الإعلان عن ترتيب الأبطال. قائمة أول 10 أبطال كان منهم ريوكو في المركز العاشر وكاموي في المركز السابع، وفي المركز الثاني بطل لقبه هوكس، وفي المركز الأول
انديفر. هو واقف الابطال اصحاب العشر مراكز الاولى يقولوا كلمة، بس لما جه الدور على هوكس قال المفروض نترتب على حسب اعجاب الناس وحبهم لينا وبس. هو لو اترتبنا كده انا هبقى في المركز الاول، فكله استغرب من كلامه، وده لانهم ما كانوش يعرفوا ان هوكس بيطمح دايما للقمة. هوكس بطل عنده 22 سنة وانشأ الوكالة بتاعته وهو عنده 18 سنة بس، ولما بقى عنده 20 سنة دخل قائمة افضل 10 ابطال وحقق رقم قياسي بدخوله القائمة كاصغر بطل يدخلها. هو حاليا هو في المركز الثاني. وبعد هوكس ما خلص كلامه انديفر اتكلم وقال انا استحق المركز الاول، راقبوني الفترة اللي جاية وانتوا تعرفوا اني اتغيرت وبقيت بطل بهتم بكل اللي حواليا. وبعد انتهاء الحدث انديفر راح لهوكس وقال له هو انت كنت تقصد تحرجني لما قلت انك كان المفروض تبقى في المركز الاول؟ فهوكس قال له لا انا مقتنع بيك وعايز اكون فريق معاك، بس الاول خلينا نروح ناكل ونتكلم. وفعلا راحوا مع بعض ياكلوا. هوكس قال له المنطقة اللي احنا فيها دي تابعة لمراقبتي، وانا كل يوم بسمع اشاعات ان بيظهر فيها نومو زي اللي كانوا مع تحالف الاشرار. انا بقى عايزك تحقق وتعرف الكلام ده حقيقي ولا اشاعات وتطمن الناس بما انك بقيت البطل رقم واحد دلوقتي. بس قبل انديفر ما يرد على هوكس فجأة هجم على المطعم اللي هم فيه واحد من النومو، فانديفر بسرعة هجم عليه ابن رانو وبعده، لكن النومو جدد جسده. هو انديفر قال النومو السود دول بيقدروا يجددوا نفسهم، وفي منهم بيقدروا كمان يتكلموا مش زي النومو اللي باللون الابيض. هو واقف انديفر في الهوا بادوات دعم مركبها في رجله وقعد يفكر هيعمل ايه. وفي الوقت ده ولاد انديفر اللي هم اخوات تودوروكي كانوا بيزوروا امهم في المستشفى. ولد اسمه ناتسو وبنت اسمها فيومي. بدا ناتسو يتكلم وقال لامه انا عمري ما هسامح ابويا بسبب القسوه اللي عملنا بيها واحنا صغيرين. ففيومي قالت له ما تتكلمش كده عن ابونا، وامهم قالت لهم مع ان ابوكو هو اللي جايبني هنا بس هو مش شرير، هو كل فتره بيجي يجيب لي الورد ده ويمشي. انا حاسه انه بدا يتغير للاحسن. وهم بيتكلموا وعرفوا من الاخبار ان انديفر بيقاتل دلوقتي. ووقتها هجم انديفر بنيرانو على نومو، فنومو تفادى النيران ومسكه بايده ورجعه لورا وكسر بيه المبنى بتاع المطعم كله لحد ما انديفر فلت منه بهجمه، والاتنين اتسببوا في ان المبنى خلاص هيقع. هو لان هوكس قدرته بتكمن في اجنحه في جسده بتمكنه من الطيران وكمان بتمكنه من التحكم في الريش بتاعه، خرج الريش مسك بيه الناس اللي في المبنى عشان ما يقعوش ويموتوا. وراح ساعد انديفر وهجم على نومو، وانديفر هو كمان هجم بتقنيه اسمها قبضه النار، لكن هجومهم ما كانش بيأثر لان النومو كان بيبعد راسه ساعه الهجوم وبيجدد جسده بعد كده من خلالها. والامر ما توقفش عند كده، ده كمان خرج من جسده 2 نومو جدد. فهوكس نزل يقاتل الاتنين الجدد وانديفر قاتل الاصلي، وخرج نيران كبيره من جسده وهجم بتقنيه اسمها الحرق البارز. بس برضه النومو ما حصلوش حاجه وراح ضرب انديفر واصابه في عينه الشمال ووقعه. هو ساعتها كل اللي بيتفرجوا ما كانوش مصدقين ان البطل رقم واحد هيخسر بالسهوله دي، والناس بدات تفتقد اول مايت اللي كان بينقذهم دايما. وناتسو وفيومي وتودوروكي في الوقت ده كانوا قلقانين جدا لان ابوهم خلاص بيخسر. بس شويه وقام انديفر يحاول تاني وقال انا مش هستسلم، ودفع انديفر نفسه ورا نومو بنيرانو الكبيره. وجه هوكس بعد ما قضى على الاتنين النومو وساعد انديفر بريشه. هو استغل انديفر ده وخرج كل النيران اللي جواه في هجوم اخير حرق بيه نومو تماما وانتصر. هو بانتصاره ده انهى انديفر حاله الفزع، والناس فرحوا واعتبروا ان دي بدايه انديفر معاهم كرقم واحد. وانتهى اليوم، وبالليل في يو ايه ميدوريا وهو نايم حلم لاول مره بكل اللي ورثه 1 فور اول. هو شاف كمان اول فور 1 واخوه، وبعدها قام من النوم مفزوع لقى 1 فور اول متفعله في ايده، وده تسبب في تكسير زجاج الغرفه بتاعته. هو بكده يبقى خلص الموسم الرابع من انمي اكاديميه بطلي. ولو حابب تتواصل معانا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.